لو فاكر ان مشهد انهيار المشجع الشهير لكونغو الديمقراطية شبيه باتريس ليمومبا بعد خروج كونغو الديمقراطية منتخب بلاده من البطولة كانت دي النهاية، فانت غلطان. وانا جاي اقولك ان المشهد ده هيبقى بداية لانتشار الفكرة الحقيقية للمشجع دوت اللي كان جاي يوصلها للعالم كله. عشان بعد انتصار الجزائر على كونغو الديمقراطية وخروج منتخب الكونغو، الصورة ديت لفت السوشيال ميديا وهي سقوط شبيه باتريس ليمومبا. احب اقولك ان الصورة دي اي ومش حقيقية، فعلا شبيه باتريس ليمومبا انهار، كان حزين على خروج منتخبه من البطولة، ده شيء طبيعي. لكن احب اقول لك ان رغم خروج الكونغو الديمقراطية من بطولة افريقيا، باتريس ليمومبا لسه مكمل. ده مش كلام انا، ده كلام شبيه باتريس ليمومبا ذات نفسه. طلع وقال انا بشكر الشعب المغربي جدا على حسن المعاملة، اني قدرت اوصل فكرتي بكل حرية داخل هذه البلاد. رغم خروج كونغو الديمقراطية منتخب بلادي، فسوف أبقى في المغرب، سأقوم بتشجيعهم من المدرجات. تقريبا كده المشجع اللي وقف 438 دقيقة مستعد إنه يضحي ويقف مدة أطول رغم خروج منتخب بلاده عشان يأكد للعالم كله إن باتريس ليمومبا كان فكرة، الفكرة لا تموت.